اكلات العيد الحلوه اللي كلنا بنستناها من السنه للسنه. طبعا بنعملها في وسط يعني الوقت كله بين الاعياد وكده، بس في العيد بيبقى ليها طعم تاني، وبيبقى ليها يعني بتبقى مناسبه للعيد، كلنا بنحبها ومفيش بيت ما بيعملش الاصناف دي في العيد. النهارده هنعمل مع بعض الفشه، هنعملها بطريقه حلوه، وكمان هنعمل راس الخروف، وكمان هنعمل الممبار. بس انا عايزه اقول لكم بقى الرقاق ده انا عاملاه في فيديو لوحده، وان شاء الله فيديو لوحده لان الفيديو كبير. طبعا انا عامله صاج رقاق كبير، يعني بصوا يعني حاجه كده عظمه. ان شاء الله هتشوفوا الفيديو وهيعجبكم. تعالوا بقى، المهم ايه، كل سنه وانتم طيبين، ونبدا الفيديو بتاعنا بسرعه كده. انا هنا بصوا عندي دماغ الخروف دي انا غسلاها، وهنا انا نقعاها في ميه بورقه لورا وليمون، قشر ليمون وعصره ليمون وشويه خل، يعني بتنزل برضو زفرتها. هشطفها بقى شطفه حلوه، وهجيب حله املاها ميه واحطها على النار. هنا بقى ايه، هحط الميه تغلي، لازم الميه تغلي طبعا، كلنا عارفين الخطوه دي. هنا بقى هحط الفلفل الاسمر حب، مش هحطه اللي هو المطحون. ليه هحطه حب؟ هيخلي الدماغ بتاعتنا ما تغمقش كده، وتبقى لحمتها فاتحه كده وحلو. ورقه اللورة، وكمان هنزل بقى هنا بايه، بجزرايه او جزرتين حسب بقى الكميه اللي انت هتحطيها، وهنزل كمان ببصلايه. وكمان بعد بقى ما الميه غليت عندي هنا المخ اللي هو بتاع الخروف. انا هنا طبعا ما ينفعش ان انا انزل بالمخ ده مع الدماغ كده، عشان طبعا هيتهري مني ومش هعرف اطلعه كده بسهوله. لا، انا هنا احطه في اي مصفى كده او اي حاجه زي ما انتم شايفين كده، اي صفايه كده، واحطه كده ياخد غلوه بالظبط. هو ما بياخدش سوا خالص، هي غلوه، وببتدي ان انا اشيله. هو خلاص كده تمام. هنا بقى ايه، الريم اللي هو عمله ده لازم اشيله. اي ريم كده لازم تشيليه عشان ريحه الحاجه تبقى حلوه وما يكونش فيها اي زفاره. هشيل بقى كل الريم ده، وفي نفس الوقت ايه، انا شطفت كمان الدماغ، وهنزل بيها بقى دلوقتي كلها كده. بصوا اهو، زي الفل زي القشطه. اهم حاجه تنقعها في ليمون، وقشر الليمون كمان تحطيه، والخل كده بينزل كل الزفاره. بصوا بقى الميه عامله ازاي، ولا غامقه ولا اي حاجه. حطينا كمان الفلفل حب مش مطحون. هنا بقى عندي الفشه برضو نفس الطريقه، انا غسلاها ونقعها في ميه بليمون وورقه اللورة والحاجات دي. هشطفها بقى الوقت الاول، هشيل كمان الريم تاني. انا رحت كده وبصيت على الدماغ، لقيتها مطلعه ريم، لازم افضل اشيله، ما ينفعش ان انا افضل سايباه كده بالريم ده. لازم الريم يتشال عشان ريحه الحاجه تبقى حلوه. هنسيبها بقى ونوطي عليها كده النار بعد ما غليت كده، ونسيبها بقى براحتها لغايه ما تستوي خالص، ونرجع تاني بقى للفشه بتاعتنا. انا هنا بقى فضيتها من الميه اللي كانت معموله فيها برضو منقوعه فيها. وبصوا بقى هنا شطفتها وحطيتها تاني بميه نظيفه، بقت زي الفل. حتى الميه مش منزله اي حاجه، بصوا بوريكم ان الميه زي الفل. هنا بقى خلاص الدماغ كانت استوت، فهنبتدي بقى نسلق كمان الفشه بتاعتنا. هحط برضو حله فيها ميه، واحط فيها ورقه اللورة، وكمان احط شويه فلفل اسود، واسيبهم بقى لما يغلوا. اول بقى ما بتبتدي تغلي، بص هنا بقى لازم انغزها كده عشان الميه تخش لها من جوه كده في الفشه وتسويها معايا. بعد ما نغستها كده كانت الميه خلاص غليت، هنزل بقى هنا بالفشه. وبعد بقى ما بنزل بيها انا بغطي، بس مش بغطي او بسيب النار كده، الحله مواربه كده الغطا عليها، علشان خاطر ما يفرش او كده. بس هو كده خلاص تمام. هسيبها بقى اول ما بتغلي غلوتين كده وبتبتدي تخش في الغليان، بهدي بقى النار كده شويه عليها، وبسيبها لغايه ما تستوي. هي ما بتاخدش برده سوا كتير خالص. انا هنا بصوا بنغذها برده علشان خاطر الميه تخش لها جوه وتسويها كويس. كده خلاص تمام. هنغطي بقى عليها واستوت خلاص وبقت زي الفل. هنا بقى تعالوا نعمل ايه، نعمل شويه سلطه. لازم يعني، مش هينفع الاكل ده من غير السلطه دي خالص. هنعمل بقى السلطه اللي بتتقدم مع الحاجات دي. انا دلوقتي عملت البقدونس بتاعي وقطعته كويس وحطيته في الطبق، وهبتدي بقى ان انا دلوقتي يعمل ايه الخيار. هقطعه بقى، ما بقطعوش صغير قوي، بقطع الخياره اتنين كده وبعملها. انا هنا طبعا ايه، سبت البلانشه وهقطع كده تقطيع العادي، يعني ده اكتر حاجه برتاح فيها اكتر ما بقطع على حاجه بصراحه. هنعمل بقى هنا على حسب الكميه بقى. انا هنا عملت خيارتين حلوين قوي، وكمان هعمل طماطمتين تقطيع كده حلو كله زي بعضه. هنا بقى التركايه، وعملت البصل بس ده ما تصورش. التركايه بقى بتجيبي شويه طماطم مضروبه في الكبه كده ومصفياهم وبتحطيها عليهم. وبنحط بقى هنا الكمون والكزبره والفلفل الاسود والملح وشويه توم باودر وشويه بصل باودر وشويه شطه. اهم حاجه بقى حبه الشطه دول. نحط بقى عصره الليمونه وحبه الخل، ونحط ميه ونقلب بقى وطبعا في جزرايه مبشوره، وطبعا قرن فلفل بقى، ممكن تحط فلفل حامي او فلفل رومي. انا هنا بحط فلفل حامي بس بسيط، وبحط برضو شويه شطه عندي اساسي يعني. واحط بقى الملح واظبطه، واحط الميه واخليها كده يعني بصوا، يعني تغطي السلطه.
وسيبيها بقى في التلاجة شوية قبل ما نخلص بقية الفشة بتاعتنا. أنا هنا بقى الفشة خلاص استوت، وكمان يعني هديت من السخونية. هبتدي بقى إن أنا إيه أقطعها كده تقطيع صغير طرنشات كده. أنا هنا بشيل الجلد ده يعني شوية، بس هو الجلد ما بيتشالش عشان إيه يعني وهي بتتحمر كده ما تتبهدلش معانا. قطعيها بقى زي ما تقطعيها بقى، المهم إيه ما تكونش تخينة، كل ما تكون رفيعة بتبقى أحلى على فكرة. هنا بقى انا جبت طاسه كده وحطيت فيها شويه زيت، ونزلت بالفشه بتاعتي وهقلب بقى، اخلي الزيت يسخن. انا هنا كانت زيت شويه صغيره، فنزلت بشويه زيت تاني. هقلب بقى تقليبه حلوه كده، وبعدين احط شويه فلفل اسود وشويه كمون وانا بقلب كده، وشويه طبعا كزبره، شويه كمون وكزبره وفلفل اسود، ما بحطش اكتر من كده. هنا بقى كنت مخرطه بصل ومخرطه كمان فلفل رومي، ممكن لو عندك فلفل الوان برضو هتبقى جميله جدا. انا هنا بصل وفلفل رومي بس، قطعتهم ونزلت بيهم مع الفشه بقى لما دخلت في استوى كده في التحمير كده شويه. وبعد كده بقى بعد ما عملتها خالص وقبل قصدي مطفي عليها، نزلت كمان بفص توم مهروس وقلبت كله وشوحتها بقى تشويحه حلوه كده. مش عايزه اقول لكم فص التوم ده بيخلي ريحتها عامله ازاي. يعني بعد ما نزلت بالبصل والفلفل، نزلت كمان بفصين توم كده مفرومين عليهم وقلبتهم كده مع بعض وانا بعملها. هنا بقى حمرنا كمان شويه ممبار، بس انا هنا ما صورتش الممبار عشان حاسه ان الفيديو هيبقى طويل قوي، فهعمله في فيديو ان شاء الله تاني لوحده هو والرقاق. هنا بقى بصوا عايزه اقول لكم دي لحمه الراس، انا كمان قطعتها وبرده المنظر ما جاش وانا بقطعها. يعني ما علينا، هي دماغ الخروف يعني بتشيلي العظم منها وبتقطعيها الحتت كده، وهي ما بتتحمرش ولا حاجه. وهرش بقى عليها بعد ما تقطعيها كده وتحطيها، بترشي عليها ايه ملح وفلفل على بعضيه كده، وعلى حبة كمون، وترش كده على الوش كده، بتخلي طعمه في منتهى الجمال. وادي بقى الرقاق وحبة السلطة اللي بصوا احلى حاجة في الموضوع ده السلطة، بجد تحفة. جربوا السلطة دي كده، متنسيش تحطي عليها طماطم معصورة. وكلي احلى سلطة، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد مبارك عليكم.